النهارده هعمل لكم ريفيو عن مطعم سمعت عنه كتير قوي والفيس كتير ناس بيجربوه. اسمه بيتزا وفطائر حسان. اهو بيتزا وفطائر حسان. فطلبت منه كده حاجتين بساط، قلت نجربه. سمعت ان البيتزات بتاعته حلوه جدا، وطلبت برضو فطيره حلوه. دي بيتزا. بصوا، دي مفروض بيتزا كبيره. موتزاريلا، شايفين عامله ازاي؟ شكلها حلو، شكلها جميل ومخدومة جبنة. دي كانت عاملة 58 جنيه. يلا نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. نقطع حتة كده سلايس كده. شايفين الجبنة؟ اوه حلو. بسم الله. مم. مم. العجينة حلوة. هي مش زي العجينة البيتزات طبعا، اللي هي العالمية، يعني اللي هو بابا جونز والجو ده وبيتزا هات وكده. بس اللي هي العجينة، اللي هي العجينة الشرقي بتاعتنا، اللي هي ايه، بتاعت المطاعم المحلية، بس حلوة قوي. مش ناشفة ومش طرية، يعني سواها حلوة قوي. وعجبني ان مخدومة، يعني شايفين الجبنة ومن تحت كده في جبنة. شايفين؟ شايفين؟ وهنا يعني تحت الجبنة في بقى ايه، زيتون. شايفين؟ زيتون وفلفل وطماطم. ف بصراحة عجبتني. اديها ماشي. حلوة قوي بصراحة، عجبتني. اديها 8 من 10. مخدومة الصراحة، والجبنة مش قليلة، والسعر بالمقارنة بالسعر ده، بالسعر دلوقتي، حلو قوي. وعايزة اقول لكم جاي معاها كاتشب هاينز 3 بواكي. استنى، 3 بواكي هاينز. يعني انا الصراحة بحب المطاعم اللي بتستعمل هاينز. مطاعم كتير بتستعمل كده ماركات غريبة. فبس كده. النهاردة هعمل معاكم ريفيو للفطير بتاع مطعم بيتزا وفطائر حسان. فطلبت منه فطيرة اسمها سكر كاستر لبن. فدي ده المنظر بتاعها او الشكل يعني. دي اسمها فطير كاستر مخصوص اهو، وبتبقى عليها لبن. بسم الله. فكرتني بالفطير بتاع زمان اللي كان بيبقى على العربيات، ده بيبقى برضو متسقي كده لبن وسكر كده. مش عارفه فين الكاستر. مش عارفه هل ده كاستر، ما انا مش شايفه كاستر خالص. انا شايفه ان هو لبن وسكر، مفيش كاستر. هي حلوه قوي، بس مش عارفه هي المفروض اصلا في المنيو مكتوب ان هي فيها لبن وكاستر وسكر. هو ممكن يكون الكاستر دايب عشان هي اصلا جايه دافيه ما بين بقى الطريق وكده. بس الصراحه حلوه قوي، عجبتني. سكرها مش اوفر، ف متاكليش وتجزعي منها. عجبتني قوي، اديها 9 من 10. حلوه قوي الصراحه. بس كده، دي كانت الريفيو بتاعنا النهارده. قلنا من مطعم فطائر وبيتزا حسان. صراحة كمجمل يعني حلوة قوي على الكواليتي والاسعار اللي مش موجودة دلوقتي. فحلوة قوي. قولولي لو عايزين اجرب مطعم تاني سمعتوا عنه، او مطعم جربتوه قبل كده، او حاجة معينة اجربها. قولولي في الكومنتات وهجربها معاكم، واشوفكم في الفيديو الجاي.